ليبيا. الأستاذ عاطف. ايوه. يعني هل أنت مصري مقيم في ليبيا؟ ايوه يا فندم. أهلا بك يا أستاذ عاطف، تفضل. مساء الخير يا سيدي. مساء النور يا فندم. اسمع، انت تديني فرصه اتكلم؟ براحتك. بالنسبه للي بيحصل في مصر ده، انا عايز اؤكد ان مصر تعرضت لما يسمى صناعه الراي عن طريق الاعلام. هذا كتاب كان مؤلف امريكي بيؤكد ان هو ممكن يحول الراي العام بالنسبه لشعب بحاله او اي مجموعه عن طريق التسريبات على المدى الطويل. وكنتوا انتوا في الجزيره بترسموا الصخره اللي هي عليها الضرب بالمسمار، وبعدين ما نفعتش حطيتوا عليها النقطه الميه دي تستطيع ان تفتت الصخر. هو ده اللي انتوا بتعملوه دلوقتي في مصر وفي كل الدول العربيه. انتوا اصبحتم قتله مجرمين، دمرتوا البلاد، واحنا هنطلقوا. وكل اللي ماتوا دول ليس فيهم اي شهيد، كلهم وقود الفتنه، كلهم وقود الفتنه، بما فيهم علماء اللي عاملين نفسهم مشايخ. اما مصر هتفضل بخير، وان شاء الله هنطلقوا واحد واحد في بلادكم، في قرار جهنم هنجيبكم. كل اللي واقفين في ميدان التحرير دلوقتي 90% منهم ولاد حرام، تعرضوا لصناعه الراي، وتعرضوا للاباحيه وللافلام الممنوعه، وتعرضوا للبرشام، وتعرضوا للاضطهاد. يا اخي يعني كل هذه الاتهامات تحتاج الى ادله يعني. نعم. كل هذه الاتهامات انت تقصد انهم يتهمون بها؟ انتم الجزيره مدفوعين من الماسونيه العالميه لتخريب. انت تتحدث عن الجزيره. نعم. وعن كل القنوات المجرمه. انتوا عملتوا زي العنكبوت اللي بيمسك حاجه ولا يتركها الا جثه هامده. هذا كان مكتوب في كتاب صناعه الراي، الرمز بتاعه كان مرسوم عليكم على الجزيره وشلتوه قريب. طيب انا احب ان اسالك يعني لماذا كل هذه الاتهامات؟ هل لديك ادله على ذلك، سواء للجزيره او للمعتصمين في التحرير او الثوار او من خربوا البلاد على حد قولك؟ ايوه، انتوا خربتوا البلاد، واللي موجودين دلوقتي في ميدان التحرير دول ولاد حرام. وانا مصري بقول لك عليهم يا واكلين حرام، يا اما ولاد حرام يتعرضوا لصناعه الراي عن طريق فرنسا. اشكرك شكرا جزيلا استاذ عاطف.